السلام عليكم حبايبنا، اشوفكم شو اخباركم؟ ان شاء الله دائما تكونون بالف خير، ورجعنا لكم بمقطع فيديو جديد راح نتحدث فيه عن ما مصير الانديه السوريه. الكرامه اهلي حلب وحطين في المسابقات الاسيويه والعربيه. ايضا محمود المواس وايمن الحكيم وجوائز جديده وقويه. ايضا منتخب سوريا الاولمبي سافر ليلعب المعسكر وثلاث مباريات جديده. عمر السومه خارج الدوري السعودي دوري روشن، وراح نتعرف على الاسباب ونشوف كل هاي التفاصيل، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. ورجعنا لكم من جديد، واهلا وسهلا بكم في قناتكم محمد. ان شاء الله دائما تكونون بالف خير، ولا تنسوا تضغطون زر اللايك. طبعا بالبدايه نرجع ونبارك لنادي اهلي حلب بحصوله على بطوله الدوري السوري الممتاز بعد غياب 20 سنه. ايضا نبارك لنادي الكرامه، هذا اللعب وهذا الاداء الجميل، ولديه مواهب ويحتاجون الى تطوير. ولكن بعد انتهاء الدوري السوري، ما مصير الأندية في المشاركات العربية والآسيوية؟ ونبدأ بالمشاركات العربية. طبعا حسب صفحات الفيسبوك أنه نادي أهلي حلب راح يشارك بالبطولة العربية أو كأس العرب للأندية اللي راح تقام في مصر، ولكن الحقيقة والواقع أنه تم تأجيل هذه البطولة إلى منتصف عام 2027 بسبب ازدحام روزنامة الأندية العربية، ولا يوجد تثبيت لأي نادي لأنه راح يلعبون موسمين. إذا اللي عم يصدر إشاعات أنه أهلي حلب راح يكون موجود بكأس العرب، فهذا الكلام غير صحيح نهائيا، لأنه نادي أو لأنه كأس العرب تم تأجيلها إلى عام 2027. أيضا أنا نزلت واستعجلت بمنشور عن كأس الوحدة العربي، وأنه نادي الوحدة الإماراتي بعث عدة دعوات لعدة أندية، من ضمن هذه الأندية هو نادي تشرين السوري. ولكن بعد التواصل مع أحد الشخصيات أكد أنه لا يوجد شيء اسمه بطولة الوحدة العربي بهذه الفترة، ممكن تكون في بداية العام القادم. وحاليا لا يوجد أيضا إرسال أي دعوة من نادي الوحدة لنادي تشرين. طبعا هذا الخبر اجاني من احد الصحفيين في البدايه، ولكن انا يعني بعد ما نزلت المنشور حبيت اتواصل وتواصلت. اذا نادي تشرين لن يكون هناك له مشاركه في الاشهر القادمه. اما بالمشاركات الاسيويه، فان نادي الكرامه سيلعب ملحق التحدي الاسيوي في 12/8، وراح يلعب هذه المباراة في السعودية اللي تعتبر هي أرض نادي الكرامة الافتراضي، وراح يلعب مع نادي باشوناهارا كينج البنغلاديشي. إيه، فطبعا هذه المباراة مباراة وحيدة، اللي يفوز يتأهل إلى مجموعات كأس التحدي. إذا الكرامة مع نادي بانشوناهارا كينج. أيضا نادي حطين اللي راح يسافر إلى قرقستان لمواجهة عبديش آنا القرقستاني، وأيضا من مباراة واحدة، وأيضا راح تكون هذه المباراة في 12/8، والفائز يتأهل إلى كأس الاتحاد الآسيوي، لأنه لدينا نحن سوريا لدينا نصف مقعد ونصف مقعد، لو كان لدينا مقعد لتأهلنا بشكل مباشر. طبعا يتساءل أحد المتابعين انه نادي اهلي حلب هو بطل الدوري ولن يشارك باي بطوله. صديقي، نادي اهلي حلب عنده مشاكل، لم يستطع اصدار الرخصه الاسيويه، وهي تتعلق ببعض المشاكل الاداريه والماليه، فاهلي حلب لن يكون متواجد في اي بطوله بالفتره الحاليه. ممكن الموسم القادم الاتحاد السوري يرشح اهلي حلب لبطوله، كونه
بطل الدوري السوري لموسم 2025. هاي ملخص عن الأندية السورية ومشاركاتها الخارجية. أيضا بالنسبة لمنتخب سوريا الأولمبي، طبعا حتى الآن ما تبين لدينا مين هم اللاعبين المغتربين اللي تم دعوتهم، ولكن أستطيع أقول لك أنه هناك عدة لاعبين سيغيبون عن هذه البطولة لظروف خاصة. طبعا في قرغستان راح نلعب 3 مباريات مع منتخب قرغستان تحت 23 سنة ومنتخب عمان ومنتخب البحرين، وهي تعتبر بطولة تجريبية لمدربنا ماهر البحري مع مجموعة من الشباب السوريين واللاعبين الواعدين. طبعا السفر راح يكون بعد 3 أيام، وحسب ما أكد إن أحد المصادر أنه راح يكون في 15 الشهر راح يسافر منتخب سوريا الأولمبي إلى قرغستان، وإن شاء الله راح نحاول يكون هناك في نقل لجميع مباريات منتخب سوريا في هذه البطولة. محمود المواس يحصل على جائزة أفضل لاعب محترف في الدوري العراقي. أيضا كذلك المدرب القدير أيمن الحكيم يحصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري العراقي مع نادي القاسم، وأكدت عدة إعلاميين وعدة صحف أنه أيمن الحكيم استحق هذه الجائزة لأنه أتى إلى نادي القاسم الفقير من كل شيء وبأقل الإمكانيات. استطاع أيمن الحكيم أن يكون هو المنقذ لنادي القاسم، فمبروك للمواس ومبروك لأيمن الحكيم. آخر خبر، طبعا احنا تحدثنا ومن عدة مصادر أنه نادي الفتح ونادي الفيحاء ونادي النجمة وحتى نادي الهلال يفكر بالتعاقد مع عمر السومة بالفترة القادمة، ولكن حسب ما كتب أحد الأشخاص على تويتر أنه عمر السومة وبنسبة 60% لن يكون متواجد في دوري روشن. طبعا تواصلت أنا مع هذا الشخص على برنامج إكس، وأكد أنه لديه بعض المعلومات لا يستطيع التصريح بها، وحتى الآن ما تم الكلام وما تم النقاش مع عمر السومة أو وكيل عمر السومة بشكل مباشر. كل اللي عم نسمعه احنا عبارة عن إشاعات وعبارة عن أخبار وتسريبات ومصادر، ولكن حتى الآن ما في شيء رسمي. ولكن أنا اللي أقدر أصرح به أنه وكيل أعمال اللاعب عمر السومة يعمل ليلا وجاهدا لتأمين له عقد في الدوري السعودي، وعمر السومة مهتم جدا جدا باللعب في الدوري السعودي، حتى لو كان هناك حتى في تنازل براتبه وأيضا بقيمته السوقية. عمر السومة يحب ينهي مسيرته الكروية في الدوري السعودي، ممكن عنده عروض خارجية في الدوري الإماراتي أو يمكن حتى العودة إلى الدوري القطري، ولكن تركيز عمر السومة وتركيز وكيل أعماله بشكل مباشر هو الدوري السعودي حتى يبقى محافظ على رقمه التاريخي، وأيضا لأنه أهله وناسه وعيلته وأعماله وأشغاله كلها موجودة بالسعودية، فيحب يحافظ على تواجده. أحبكم في الله، إلى اللقاء.